السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده من قناتنا اكلات فريده هنعمل مع بعض وصفه عملناها قبل كده، ولكن الطريقه مختلفه. هنعمل مع بعض الكشري المصري بكل تكاته وكل اسراره، ولكن كشري الحله الواحده. احنا كنا عملناها قبل كده بالتفصيل، المكرونه لوحدها والرز لوحده والدقه لوحدها والصلصه لوحدها. المره دي بقى نعمل كل المكونات في حله واحده، ولكن طبعا بعيدا عن الصلصه والدقه. هنعمل مع بعض الوصفه، وبجد قد ايه تطلع طعمها تحفه، وكل المكونات بسوى واحد وطعمها حلو وناجحه جدا جدا. يلا بينا نقول كل التفاصيل وكل التكات وشوفوا الصور معانا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. اول حاجه عندي المكونات. انا طبعا بجيب مجموعه من المكرونات كده، كوبايه من كل نوع او على حسب الكميه اللي انت عايز تعمليها. انا استخدمت مكرونه فرن ومكرونه سباكيتي ومكرونه صغيره ومكرونه حلقات، بتختاري الاشكال زي ما بتفضليها. وطبعا عندي شعريه، عندي بصل متقطع جوليان بالطريقه دي، وعندي كمان عدس منقوع من قبلها بساعه او نص ساعه في ميه دافيه. والحمص طبعا بحطه بدري شويه علشان بياخد معايا وقت في السوا. وهنستخدم المكونات كلها خطوه خطوه مع بعض دلوقتي. اول حاجه ان انا هجيب الحله عندي واحط فيها شويه حلوين كده من الزيت، وانزل بالبصل الجوليان من غير بقى دقيق ولا نشا ولا اي حاجه خالص، وهيطلع مقرمش معاكي وزي الفل. هبدا كده احمره لحد ما ياخد معايا لون غامق شويه، يعني بني مغمق شويه، واقلب ايدي فيه على طول عشان ما يحرقش مني ولونه يبقى زياده عن اللزوم ويكون محروق. هبدا اقلب بالطريقه ديت. وبصوا هحطه بقى، اطلعه على مناديل مطبخ ينشف خالص معايا من غير ما اقلب فيه، وثواني اما يتعرض للهواء هتلاقيه مقرمش معاكي وزي الفل. في نفس الحله بقى بالزيت اللي باقي من ريحه البصل وطعم البصل، هقسمه نصين. نصين الحله اللي هعمل فيها الدقه او الصلصه بتاعتنا، والنص التاني اللي هعمل فيه مكونات المكرونه والشعريه والرز. طبعا انا بنزل بالشعريه عشان تحمر معايا الاول، وبعد كده احط عليها كميه الرز اللي انا عايزاها، وبعد كده اصفي العدس كويس جدا جدا واحطه فوقيهم وافضل اشوح واقلب كويس قوي. ما استعجلش احط المكرونه لحد ما احس كده ان ريحه الرز بالشعريه بالعدس طلعت معايا وتشوح كويس في الزيت وخد لون حلو. وبعد كده هنزل بالعدس واقلب. في نفس التوقيت انا بعمل، طبعا يفضل تخلصي كل مكونات الكشري مع بعض عشان تاكلي في وقت واحد وكله يبقى سخن. في حله تانية كده في نفس التوقيت هحط بقى 3 فصوص من التوم حلوين كده، او حسب ما تفضلي، في ناس تحب التوم زياده. وبعد كده اول ما يصفر معايا هتشوا بنص كوبايه من الخل، ودي التركايه بتاعتنا اللي بتخلي صلصه الكشري تحفه. وبعد كده هحط عليهم معلقه من معجون صلصه الطماطم. اول ما يتسبكوا مع بعض شويه هنزل بالصلصه اللي انا ضربها في الخلاط عندي. طبعا كميه الصلصه بتكون كتيره شويه في الكشري عشان بتحب نقلب بيه المكرونه كده، بيبقى تحفه. وفي نفس الوقت انا قلبت الرز مع الشعريه مع العدس شويه حلوين، وبعدين نزلت فوقيهم بكل المكرونات بتاعتنا. وقلبي عادي جدا، قلبي كويس كده كانك بتقلبي الرز. وبعد كده هنسقيها بميه كاننا بنسقي الرز عادي خالص، اللي هو يغطي معانا المكرونه بالرز بالمكونات اللي عندنا بمقدار معلقه فوقيها، واسيبها على النار لحد ما تتشرب. وبعد كده هدي عليها واحط شياطه. بصوا طالعه تحفه بجد، كلها سوا واحد وكلها روعه وتجنن. بعد كده طبعا حطينا الصلصه وسيبناها تسبك مع اهلها، والزيت اللي بس على الوش ممكن تشيليه مفيش مشكله خالص، مش هيعمل اي حاجه. الدقه عملناها مع بعض قبل كده في الفيديو بتاع الكشري اللي فات. عباره طبعا على النار كده نص كوبايه او نص فنجان من الخل، وعليه التلتين، يعني التلت والتلتين، التلت خل والتلتين ميه. وعليه طبعا قرن فلفل كده حامي متقطع حتت صغيره خالص، ملح وفلفل وكمون وبابريكا، ومعلقه من الصلصه اللي احنا عملناها، ونقلب وبنحط جواها الحمص، بتبقى احلى دقه بجد، بتبقى روعه جدا جدا. يا سلام بقى لو عندك الاطباق او المعيارات اللي بتحطي فيها الخل والحاجات دي، بيبقى شكلها على السفره تجنن. انا بعد كده جبتهم وبقيت احطهم دايما للكشري بس، اللي هي بتبقى شكل الابريق كده، بتبقى شكل محلات الكشري بجد، بتبقى روعه. والبصل قرمش معايا وبقى طعمه تحفه، والصلصه معايا طلعت طعمها يجنن. اهم تريكات بقى في الصلصه ان انت تحطي الخل، وكمان تحطي رشه بس من السكر عشان الحموضه بتاعت الصلصه. وبعد كده بقى تسيبيها تسبك مع نفسها، والزيت يكون كتير وانت بتعملي التومه، ما تقلقيش خالص، هيطوف على الوش وممكن تشيليه بعد كده، مش هيأثر معاكي في حاجه. وبعد كده التركات التانية ان الكمون من التوابل الاساسيه في الكشري، لازم نحط ملح وكمون وفلفل. ودي كل التوابل اللي بنكررها في كل الخطوات، سواء مع الدقه سواء مع الصلصه سواء مع الكشري. ودي كانت خطوه النهارده، وهتلاقوا الكشري ده من اسرع الكشري اللي ممكن تعمليه، وطعمه زي بتاع المحلات واحسن كمان، وبياخدش وقت خالص خالص في السوا، في ثواني وفي حله واحده من غير دربكه ولا مواعين كتير بيكون جاهز معاكي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تجربوه تقولوا رايكم في الكومنتات. وما تنسونوش باللايك والتعليق الحلو لو عجبكم الفيديو، واعملوا تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه اكلات فريده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.